10 ساعة استغرقتها رحلة وفد مكتب رئيس الوزراء المتوجه من بغداد إلى منفذ طرابيل الحدودي لاستقبال الأمير ماجد السليمان الرجل الأول في قبائل الدليم، ومن ثم مرافقته إلى الرمادي مدينته الأم التي غادرها منذ 6 سنوات إلى عمان عقب تعرضه لعدة محاولات اغتيال. أمير قبائل الدليم الذي تقول الحكومة إنها تعول على وجوده لدعم المصالحة رفع وحال وصوله راية الرفض لفكرة إنشاء الأقاليم. هذا مخطط خارجي رسم إلى من زمان، والآن تفجر بعد الانسحاب في مخططات الدول الإقليمية وبعض الأحزاب المشاركة بالحكم. فعيب من الحكي هذا، احنا كل ما نزعل والله يريد أطلع من أهلي. محافظة الأنبار صلاح الدين ونينوى هي من المحافظات الرافضة أساسا للدستور. لماذا الآن الدستور صار جيد؟ أكثر من مرتين أنا سافرت عليه شخصيا إلى الأمير ماجد إلى المملكة الأردنية وتداولت وياه حول عودته إلى العراق. وأول الناس اللي رفض الآن أول استقبال للشيخ ماجد علي السليمان رفض الأقاليم الطائفية رفض قطعي. عودة السليمان إلى العراق جاءت بطلب من الحكومة، ربما ظنا منها بأنه سيسدل الستار على مخاوفها من ولادة جديدة للأصوات المطالبة بإنشاء الأقاليم، لا سيما وأن جدول أعمال الشيخ اكتظ منذ الساعة الأولى بمواعيد للقاء بعض شيوخ العشائر لعرض ما في جعبته قبل التوجه إلى بغداد للمشاركة في مؤتمر المصالحة الوطنية الذي سيعقد قريبا. تجمعات تصير لقاءات، مو تجمعات لقاءات، واحنا اخوه بيناتنا بالمضايف كلها، ويجب ان من نهمش دور اهل المدينه الذي يتهمش بهذه الفتره. أما فيما يخص خلافات أمير الدليم علي حاتم السليمان مع حكومة بغداد فيبدو أنها لا تسير نحو الانفراج، إذ يلمح إلى أن الحكومة تسعى إلى استغلال عمه في المرحلة المقبلة، مؤكدا أن الشارع هو من يقرر المطالبة بالأقاليم من عدمها. قضيتي بيني وبين الحكومة رح تظل مستمرة، هذا الأمر يعود للشارع للشعب في الأنبار، إذا أراد أو ما أراد هذا الأمر ما يعود للشيوخ فقط، هناك شارع وشعب، وعلى الحكومة المركزية لا تعول على بعض الناس أو الوجوه اللي تحاول أن تلعب بهم دور بالمرحلة الجاية. ومن المتوقع أن يلتقي الأمير العائد من عمان في مضيفه بالرمادي بعض الشخصيات المؤثرة في الأنبار، ربما ليخرج بالموقف الأخير لعشائر المحافظة من قضية الأقاليم ومن ثم يحمله إلى بغداد، فيما يرى مراقبون أن اللجوء للعشائر حل ربما تجده الحكومة الأمثل للسيطرة بعد الانسحاب الأمريكي على أوضاع المحافظة التي كانت تعتبر الأسخن. حسين أسد، السومرية.